ده انا وانا بحقق واحد من اكبر احلام حياتي، وهو اني اصور فيلم في ايطاليا اتعرض بعد كده في مهرجان نيكون السينمائي في فرنسا. كل ده بدأ من صدفة بسيطة جدا، تعالوا احكي لكم ازاي. تشاو توتي، اهلا بيكم في فيديو جديد من ايطاليا. انا عارف ان انا اتاخرت عليكم، بقالي فتره كبيره ما نزلتش اي فيديوهات، بس الفتره دي للاسف اعذروني، عندي امتحانات كتير، وكمان عملت حاجه عايز احكي لكم عليها، وهي دي موضوع الفيديو النهارده، وهي اني صورت اول فيلم ليا هنا في ايطاليا. الفيديو ده بيحكي قصه حلوه قوي بالنسبه لي، وحاجه انا بعتبرها ان هي نجاح، عايز احكيها معاكم واشاركها معاكم. الموضوع بدا من سنين كتير قوي، ممكن نقول مثلا من 2019. انا بصور من زمان، بصور فيديوهات سواء مطاعم او معارض عربيات، حاجات كتير قوي. كانت الموضوع بادئ معايا كهوايه، بعدين اتطور وبقى شغل. ففي سنه 2019 جالي حد عايز يعمل مشروع تخرج، هو كانوا مجموعه من الطلاب في كليه اعلام وعايزين يصور لهم مشروع تخرج. فكتبت لهم سيناريو وعملت لهم فيلم، كان فيلم قصير كده يعني، وبيتكلم عن موضوع العنف الاسري والحاجات دي. المهم بقى ان الطلبه دول في الفيلم ده ما عملوش اي شيء، انا عملت لهم كل حاجه، كتبت السكريبت وجبت الفكره وعملت الديزاينات وعملت كل حاجه والبوستر، صورت طبعا. وفي الفيلم بقى كان في اطفال، فكنت بقعد اتفاهم مع الاطفال واعرفهم بقى عشان التمثيل والمشاهد والحاجات دي. المهم بذلت مجهود كبير جدا. للاسف الناس دي نصبوا عليا، ما ادوليش فلوسي كامله. المهم في الوقت ده كنت زعلان جدا، انا كنت واخد مبلغ قليل قوي قوي، لان هم قعدوا يقولوا لي احنا طلبه ومعناش فلوس والكلام ده. فقلت خلاص اساعدهم واعملها برده كتجربه حلوه ليا انا شخصيا يعني. بس للاسف طلعوا ناس مش كويسين وما ادونيش فلوسي كامله. بعد محاولات داميه في ان انا ارجع الفلوس دي فشلت للاسف ومعرفتش، وحتى الراجل اللي كان وسيط بيني وبينهم ما بقاش يرد عليا ولا هم بقوا يردوا، واستعوضت ربنا في الفلوس وقلت خلاص انا مش مسامح فيها. بعد كده جيت هنا ايطاليا، وما كنتش اشتغلت خالص هنا في ايطاليا فيديوجرافر اللي هو اللي بيصور الفيديوهات للمطاعم والحاجات دي. عمري ما اشتغلت فيديوجرافر هنا في ايطاليا، وما كانش اصلا معايا عده ولا كاميرات ولا اي حاجه، لاني ما جبتهمش معايا اصلا من مصر. بالصدفه اتعرفت على حد في المسجد وهو اسمه قاسم ده مخرج بيعمل افلام اندبندنت، اللي هي الافلام القصيره اللي بتبقى مش الكوميرشال اللي موجوده المشهوره يعني الكبيره وكده. وهو بيتكلم ايطالي بس، وانا كنت يا دوب لسه بقى يعني بتكلم ايطالي خفيف جدا. اتعرفت عليه وبعدين عزمني على العرض بتاع الفيلم بتاعه، فيلم قصير كان بيعرضه في مكان بعيد قوي. المهم رحت وقلت انا رايح عادي بس هتعرف عليه، ويمكن يبقى في يوم من الايام ليا معاه فرصه ان احنا نشتغل مع بعض، مجال انا بحبه ونفسي اعمله من زمان قوي. بعدين بقى يا سيدي، عشان ربنا مش بيضيع تعب حد، ومش بيضيع ان انت تعبت وضاع عليك فلوس قبل كده في مصر، وجيت هنا وتعرفت على ناس وبتسعى وبتدور هتعمل علاقات مع ده وده. لقيت قاسم في يوم بيكلمني وبيقول لي انا عايزك علشان نشتغل مع بعض. فانا استغربت يعني، قلت هنشتغل مع بعض في ايه؟ انا ما عنديش اي سابقه ان انا اصلا عملت افلام او حاجه يعني انتاج كبير او حاجه، ده انا كان بس كاميرتي وخلاص. مفيش يعني مفيش اي مبرر خالص ان هو يكلمني اصلا. بس سبحان الله لقيته بيكلمني وبيقول لي انا عايزك علشان هنشتغل مع بعض، وانت هتبقى مدير التصوير بتاع الفيلم. فمدير التصوير ده يا جماعه حاجه كبيره قوي، المخرج بيبقى هو اول واحد في العمل، وبعد كده مدير التصوير. المدير التصوير دي مسؤوليه كبيره برضه، مش حاجه سهله. قال لي انت بتعرف تصور كذا ومش عارف ايه؟ قلت له اه. ما كنتش مسكت الكاميرا دي قبل كده في حياتي، وعمري ما اشتغلت مدير تصوير طبعا في حياتي، بس قلت اه اصل ايه اللي هيجرى. كان معايا وقت وبدات اتعلم في العدسات والكاميرات، وعشان كده ما كنتش عارف ان انا انزل لكم فيديوهات، لاني كنت مشغول جدا ان انا اعرف اكتر عن العدسات والكاميرا اللي معايا عشان اعرف في يوم التصوير ابقى فاهمها كويس. وبعدين رحنا عشان نجيب العده، لقيت نفسي داخل في شاشات وترانسميتر وحاجات كتير قوي وفلاتر، عندي فكره عنها لكن عمري ما شفتها في حياتي. بس شوف سبحان الله، رحت لقيت الراجل اللي هناك في المكان اللي احنا بنأجرين منه قاعد يشرح لي بقى الشاشات بتشتغل ازاي والادابترز والبطاريات ومش عارف ايه وبتاع، وانا بسرعه كده ايه اتعلمت وعرفت. وبعدين خدت العده وروحت وقعدت بقى طبقت عليها يوم كامل عشان اعرف بتشتغل ازاي، وافك واركب وافك واركب وافك واركب، لان انا مسؤول عن كل شيء هناك. لو انا ما ظبطتش الدنيا دي في يوم التصوير هيبقى التصوير باظ، فمفيش غيري. وبس رحت بقى يوم التصوير. تعالوا اوريكم بقى يوم التصوير. Che figa! È fighissima. AMR AMR, che sarebbe per? AMR. Hammer. Scena quindi 1 su 17:1 e non devo mettere roll. Sì. Quando iniziamo Sì. tu vieni Sì, così. sì. Ok? Ok. Perfetto. Cioè il coso così lo faccio prima che dite motore eccetera. Sì. Cioè, عندنا هنا بقى ايه، ده اسمه بوم مايك، ده اللي بيبقى واقف بيه بتاع الصوت وبياخد بيه الصوت، وبيركب هنا المايك زي ما انتوا شايفين كده، بيركب لها المايكات. وهنا ده مساعد المخرج،
والبنت دي هي المخرجة اللي هي بتركب لها المايك دي، هي المخرجة وهي برضو بتمثل في الفيلم. ده المخرج اللي رحنا حضرنا له قبل كده الفيلم وبيساعد في الإخراج. Scena 1 su 17, take 1. Ok, allora ci siamo ragazzi? Dimmi se vede tutti insieme perché non vedo. Sì, si vede, si vede. Ok, Si vede tutti e due. ok. Rimango un po'. Perché quando vai qua non si vede nella camera. Ok, così. Ok. Ok. Take 1, roll 4. Guarda sta... نصور بقى في المشهد ده، هوريكم بقى برضو behind the scenes كده ايه الحاجات اللي بتحصل وشكلنا. هحط لكم الجو برو تتفرجوا علينا برضو. هنا بقى دي عدة الصوت كلها، بيبقى واحد مخصوص مسؤول عن الصوت، المايك والصوت ومتوصل هنا Prima era qua. بالكاميرا. عاملين بقى بريك صغير كده ايه، كرواسو وعصير وميه وبيبسي وكده يعني. انا شغال هنا مدير التصوير اللي بيبقى بعد المخرج على طول، اللي مسؤول عن ان هو ينقل الشكل اللي في دماغ المخرج اللي يبقى صورة في السينما في الحقيقة. Stop. Loro, tienilo lì, poi dopo quando hai finito lo butti, sì. Capito? Tienilo, ma non. Perché ogni tanto mi esci in campo. Ma tu devi rimanere qua, capito? Per me la bellezza invece è Totti che segna al 90°. Mamma mia, il capitano. Per me la bellezza sono colpetti al sugo di mizia. Qua puzza di fritto. Poi dopo quando. طبعا هناكل ايه؟ هناكل بيتزا. يلا بينا نروح ناكل. Fazzoletti dove c'è? La passi un attimo. Naam. Manuele, così amico mio, Francesco, Marco stanno mangiando e Andrea che ha portato la pizza. Buon appetito. Kasim, Shana. talmente quella cosa del... الحمد لله خلصنا تصوير اخيرا، كان يوم طويل بس الحمد لله خلصنا، وان شاء الله يطلع الفيديو كويس ويطلع الفيلم حلو. احنا النهارده رايحين نرجع بقى الكاميرات لصاحبها ورايحين نرجع العده كلها مكانها، وخلصنا تصوير الحمد لله، والفيلم ان شاء الله هيتمنتج وباذن الله ممكن يتعمل له عرض خاص وكمان هيتعرض في فرنسا باذن الله. يا جماعه بصوا بيورينا الكاميرا بتاعته، بصوا ده الفيو بتاع البيت، Questa è a posto, la lasci qua. بصوا الفيو بتاعه تحفة. هو بقى مجنون بيعزف وبيصور وهو مخرج بيعزف موسيقى وكل حاجة. بصوا حمك ده بينام عليه بقى ويقعد كده يفكر. الفيو من الشباك التاني حاجة حوار برضو. الفيو بتاع الصالة يخليك رايق طول اليوم أصلا، حاجة كده روقان، ما بيعملش أي حاجة غير إن هو بيصور وخلاص. يعزف بقى ساكسفون بكل أنواعه. بصوا الصالة دي، الصالة بصوا بصوا راجل جامد قوي بصراحه، يعني هو اللي اجرنا منه الكاميرا وعلى طول قاعد بقى في المزيكا اللي هو حاططها دي، دماغ. الفيديو ده بس كان هدفي ان انا اقول لكم على جديد في حياتي وحاجه انا فرحان بيها قوي، وكمان علشان انتوا كمان ما تبخلوش على نفسكم بالسعي وتحققوا احلامكم وما تستنوش ان الحلم يجيلكم، لا اسعى شويه بس وربنا هيكمل لك الباقي من غير ما تحس. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واعملوا منشن لحد صاحبكم يمكن الفيديو ده يفيده لو هو عنده حلم عايز يحققه او عنده حاجه كبيره عايز يعملها في المستقبل ومستني ان هو حد يزقه بس زقه بسيطه. فلو الفيديو ده حمسك شويه اعمل منشن لصاحبك او ابعت له الفيديو علشان يحمسه هو كمان. يا رب الفيديو يكون عجبكم مره تانية، واشوفكم فيديو جاي والسلام عليكم.